السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عيد ميلاد ابن اختي كده، وامه مش عايزه تعمله له، بس انا قررت ان انا اعمله له، ما يكلفنيش غير 40 جنيه بس. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ وفرحت الواد وبسم الله ما شاء الله. يلا ندخل على مقاديرنا. هبدا كده بالدونز الاول. ماشي، مقاديره سهله وبسيطه وما شاء الله، والعجينه ناجحه جدا. معايا 5 كوبايات دقيق، معايا معلقه سكر كبيره، رشه ملح صغيره، كيس خميره فوريه. هقلب كل ده كويس. معايا كوبايه لبن كبيره، ماشي، ومعايا ميه دافيه للعجن على حسب ما العجينه معايا هتلم قد ايه. معايا بيضه، كيس فانيليا، ومعايا 3 معالق سمنه، ماشي. بس هلم كل ده مع بعض واحط السمنه في الاخر زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. العجينه انا عايزاها ملزقه يا جماعه كده، خلاص بقت زي الفل اهي. هلفها كده برول بلاستيك واسيبها كده، خمرت معانا وبقت زي الفل. شويه زيت كده اهوت، وابدا ان انا اجيب نص العجينه كور الكور صغيره كده زي ما انتوا شايفين. دي اول طريقه يا جماعه، والتاني طريقه هتشوفوها دلوقتي. الطريقه اللي تعجبك اعمليها. دي اول طريقه، انا خلاص خلصت الكور اهي. هجيب بقى نص العجينه التانيه واقوم فرداها كلها مره واحده زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله، بالنشابه كده اهوت ما شاء الله عليها. انا مش عايزاه، انا عايزه سمكها يا دوبك سنتي بس كده عشان بتترفع في الزيت ما شاء الله اهو. هجيب بقى كوبايه كده وابدا ان انا، بصوا انا افتحها، ايوه زي ما انتوا شايفين كده اهو، ماشي ما شاء الله. اي ازازه بلاستيك بقى عندك كده، وتعالى اقول لك بقى نفتحها ازاي. اهوت في النص كده، وهضغط عليها جامد ما شاء الله. ما بتاخدش معانا اي حاجه، سهله وبسيط واقتصادي بصراحه جدا. دي الكور يا جماعه اللي انا عملتها اهوت. الطريقه بقى اللي تناسبك وتعجبك اعمليها. هسيب بقى يا جماعه الدونس لغايه لما يتخمر معايا كده اهو. هجيب بقى كده طاسه على النار، احط فيها شويه زيت حلوين كده. اول ما يبدا يسخن او منزله كده الدونز معايا ما شاء الله، افضل اقلب فيه يمين وشمال. الله اكبر، شايفين يا جماعه الجمال؟ لا بجد العجينه ناجحه جدا، الله اكبر. هفضل احمر فيها كده لغايه لما تاخد اللون اللي انا عايزاه، ماشي كده. خلاص يا جماعه اهوت، بسم الله ما شاء الله كده لونها حلو قوي. نبدا بقى ان احنا نطلع ونحط ندور تاني، لان هخلص الكميه كلها ونرجع بقى نشكله مع بعض. اقل حاجه والله بتفرح العيل. ايه رايكم؟ تعالوا بقى نعمل الصوص الاقتصادي ده. معايا كوبايه سكر وكوبايه لبن ونص كوبايه كاكاو وكوبايه، قولي كوبايه زيت مثلا، وهضرب كل ده في الخلاط اهوت. يطلع معانا صوص تقيل كده، انا عايزه صوص تقيل عشان يمسك على الوش. هحطه في طبق بقى كده اهو يا جماعه. ايه رايكم في الجمال؟ الدونز خلص معانا اهو. هنزله في الشوكولاته كده ما شاء الله، ما خدش معانا اي وقت. سكر بودره، اي حاجه انت عندك عايزه تحطيها على الوش حطيها. دي معلقه سكر وشويه قرفه هنزل فيها الدونز، وشويه سكر بودره كده حطيتهم. اي حاجه. تعالى ندخل على الكب كيك. انا معايا بيضه، كوبايه لبن، وكوبايه سكر. هضرب ده كله كويس مع بعض، ومعايا كوبايه دقيق، كيس بيكنج باودر، واحده فانيليا، واللهم صل على سيدنا محمد. هقلب كل ده كويس جدا كده مع بعضه، ماشي. هحط معلقتين نسكويك وكيس نسكافيه بيعزز طعم الشوكولاته قوي. معايا كده بقى اللي هو الورق بتاع الكب كيك، هرصه كده جنب بعضه في الصينيه، وفي كل واحده هحط معلقه واحده بس، تمام اهوت. مش كتير قوي عشان ما يطلعش منك فوق. هدخل الفرن كده على طول. واتبقى معايا بقى كده شويه كيكه. هجيب بقى صينيه صغيره خالص وهقوم منزلاهم كلهم فيها كده، واقوم مدخلاها في الفرن برضو كده يا جماعه. الكيكه طلعت معانا والكب كيك بسم الله ما شاء الله. هجيب بقى معلقتين صوص الشوكولاته كده واحطهم على الكيكه. اي تزيين عندك بقى، عندك اي حاجه حطيها اهو ما شاء الله. هبدا بقى ازينها كده اهو. والله ما شاء الله مقاديرنا سهله وبسيطه، والواد فرح جدا. وكل سنه وانت طيب يا بلال. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه العجينه ناجحه جدا ما شاء الله، هشه جدا ومش شاربه زيت ولا اي حاجه، بجد اختراع. ايه رايكم في الجمال؟